القرآن لفئة البنات، وأنتم تجولتم وأقمتم في هذه البلاد، إن شاء الله مرحبا بكم في الجزائر. كلمة بهذه المناسبة. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نحتاج ونستعين، وله الحمد على أن جمعنا في هذه الزاوية العريقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع الذين قيل في حقهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رضي الله عن الكتب المكتوم والبرزخي المعلوم، وعن خليفة العامة، وعن سائر الخلفاء، وعن حفدة الشيخ التجاني جميعا. صراحة فرحنا بالحضور وبالجلوس مع حفدة الشيخ التجاني. إن زيارتنا تستهدف تجديد العلاقة والبيئة مع حفدة الشيخ التجاني وبالزاوية العم بعين ماضي، وأيضا ترمي إلى تعميق أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقتين، وأيضا فتح المجال بين مريدي هذه الطريقة في كلا البلدين. وأستغل هذه الفرصة العزيزة أن أشكر السيد الخليفة لأنه قام بواجبه. كما أنتم تعرفون أن نائب الفاعل يعمل عمل الفاعل بغيابه، وله فعل الفاعل وإرادته. وصراحة أنه حقيقة خليفة الشيخ التجاني حياته كلها تمثل حياة الشيخ التجاني، وهو قائم على أوامر الشيخ التجاني. كما أنتم تعرفون أن هذه الطريقة الأحمدية شيخ التجاني بنفسه هو مقدم فيها، الطريقة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأوراد التي تتلى في هذه الطريقة جذورها كلها من الكتاب ومن السنة. ونشكر الخليفة على هذه الوقفة العظيمة. وكذلك أيضا لا ننسى الوالي بتاع الأغواط بوفده الكريم على حسن استقباله وكرم الضيافة. ونشكر كل أهل الزاوية وأهل الجزائر عموما، ونخص بالشكر السيد الرئيس أصالة عن نفسي ونيابة عن الوفد الكريم، وعن مؤسسة مولانا الشيخ الطاهر عثمان بوتي، وعن جميع المقدمين والتجانين هناك الذي أتاح لنا فرصة الدراسة